بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب تكونوا بألف خير وكل سنة وانتم طيبين يا رب. بمناسبة المولد النبوي الشريف، ربنا يعيد الأيام دي كلها علينا بألف خير وسعادة إن شاء الله على كل الأمة الإسلامية. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم طريقة الفشة والكرشة، بس مش بنفس الطريقة المعتادة اللي أنا بعملها في قلب القناة، اللي هي التخديعة أو اللي هي التسبيكة بالطماطم. لا، أنا هعملها كده خفيف خفيف بشوربة بس. دلوقتي أنا بعمل إيه؟ جايبة الطبق ده السلستين وحطاه على النار وحطاه فيه ورق لورا وبصل وحبهان وحبة فلفل أسمر وبصمة الأول الفشة. لازم يا جماعة نسمة الفشة قبل ما نحطها في الحلة اللي احنا هنغلي فيها الفشة والكرشة. والحلة التانية على النار حاطة فيها ورق لورا وحبهان وفلفل اسود وحبة جوز الطيبة بسيطة جدا لا تذكر، وكوبي بصيني وفلفل اسمر وحبة كزبرة. كل ده يا جماعة بينكه الطعم، وحبة بهارات صغيرة، السبع بهارات زي ما انتوا شايفين. انا غسلة الكرشة زي القشطة، يعني غسلتها على قد ما قدرت وطلع معاكم زي الفل زي ما انتوا شايفين. طول ما انتي ما بتكتريش التوابل والبهارات في الحاجة، طول ما الطعم هيطلع نفس الطعم الحاجة اللي انت حطوها، سواء لحمة او فراخ. انا كان ممكن احط في الشوربة جزر والكلام ده كله، لا انا حاطه بصلتين عشان تسكر طعم الفشة والكرشة وتديني نفس طعم الاكل اللي انا حطاه. وبالنسبة للتوابل انا بقول بحط توابل، لا انا بحط حاجة بسيطة جدا لا تذكر من التوابل. يبقى انا عملت ايه؟ صمت الفشة لوحدها، والكرشة مش محتاجة ان انت تصمتيها. امتى مثلا ان انت تصمتيها ومش موضوع صمت؟ لا، ان انت تشوحيها على النار بعد ما تغسليها بحيث تنزلي ميتها تبقى ناشفة معاكي خالص، وتبدأي تحطي بقى معلقة سمنة وتقلبي. ما تحاوليش تكتري المواد الدهنية، سواء بقى اللي هي السمنة البلدي. هي السمنة البلدي مفيدة وصحية، ما قلناش حاجة، بس طول ما بتقللي المواد الدهنية في الحاجة طول ما بتاكليها معاكي بتبقى خفيفة كده على القلب، ما تحماش على صدرك أو تتعبك. طبعا أنا بشيل الريمة اللي بتبقى فوق الوش بتاعت مية الصمت بتاعت ايه؟ الفشة اللي أنا عملتها اهي. الفشة هي طلعت معاكم زي الفل، وغسلتها وشطفتها قبل ما بنزل بيها في الحلة اللي انا حطاها على النار، الحلة التانية. والله حابة تحطي قطاية، تحطي جزر، اللي انت حابة حطي. انا بستكفي فلفل اسود، حبهان، حبة كزبرة، رشة جوز الطيب بسيطة، كوبي بصيني. كل ده حاجات بسيطة جدا جدا جدا، يعني اقل من ربع معلقة صغيرة، يعني رشات كده مجرد نكهات، علشان ما تضيعيش طعم الحاجة الأكلة اللي انت بتعمليها وتطلع معاكي حلوة. دي الأكلة طبعا المفضلة عند الناس كلها، وعندي أنا بالذات بحبها جدا جدا، مهما أكل فيها عمري ما بشبع منها. بالذات بقى الكرشة اللي هي بحمص والتخديعة والتسبيكة بقى على النار تبقى في حتة تانية. طبعا عملت الرز طبعا بعمله معلقة سمنة بلدي، معلقتين سمنة بلدي وحبة زيت صغيرين، وبقلب وبحط المرقة. وعلى فكرة أنا حطيت مرقة في قلب الفشة والكرشة، وحطيت مرقة في قلب الرز، وحبة ملح أبيض. المرقة مضرة لكن للأسف إحنا تعودنا على طعمها. تهيألي الشعب المصري بأكمله بيحب يحط المرقة. دلوقتي بقى هعمل الصلصة، معلقة سمنة بلدي أو معلقتين زي ما انت حابة، وما تكتريش عشان ما تعمش على وش الصلصة من فوق وتحمى على قلبك. نفس الكلام عملتها وحطيت الصلصة، وعملتها زي التسبيكة أو الصلصة بتاعت الفتة بالظبط. حطيت لها بقى خل وحبة كزبرة وفلفل اسود وملح ابيض ونص مرقاية. ده بالنسبة للصلصة. وخلاص كده الفشة والكرشة خلصت معايا،
وطعمها اللهم صل على النبي شربتها زي العسل. علشان ايه؟ عشان انا ما كترتش في البهارات. ويا رب الاكله تعجبكم وبالف هنا